الموج ما بقاش غني، وانشبنا من بعيد يودي وشه بعيد، يطير الشماسي ويعكر الأيام. ففرقتنا القوة، قربنا أكتر وأكتر وكبرنا بالأحلام. نملى الشبك من خيره، يفرح لنا ونطيره. ما كانش بينا حساب ولا كانش لينا هوى إلا هواك يا بحر الأحباب أحباب. كامل عبد العزيز عيد ولد ببورسعيد في 17/6 عام 1932 في حارة جرجا والحميدي قلب حي العرب. له من الأولاد 3: كاميليا، جمال، وآخر العنقود هادي. وله من الأحفاد 7: كامل عيد بحار بورسعيد، ورحلة استمرت أكثر من نصف قرن من الإبداع والطعم. الشاعر الكبير نحن نحبه ونقدره ونسعد دوما بلقائه. شاعرنا الكبير عم كامل عيد. حصد كامل عيد خلال مشوار حياته على العديد من الجوائز، أولها عام 61 عن ثورة يوليو، ثم الجائزة الكبرى بعيد الفن الأول عام 79 عندما قررته الدولة، وجائزة كبرى من الثقافة الجماهيرية عام 94 بمؤتمر أدباء الأقاليم الأقصر، ثم مهرجان السمسمية الأول ببورسعيد. يا ولاد يا رجعت تاني، رجعتوني للماضي. أول ديوان عملته كان كتاب بحار من بورسعيد، فتاني كتاب كان بورسعيد علم ونغم. حبيت أحط فيه تاريخ بورسعيد كله ليا وللآخرين، من أشعار وسمسمية وأبطال مقاومة، كل ده حطيته في هذا الكتاب اللي هو ده بورسعيد علم ونغم. تاني الكتاب كان امتى يا موج تغني. ده يعتبر آخر كتاب طبعا، واهتز عرش الفل. خلي القلوب تقرب من بعضها يا رب، خلي القلوب تقرب من بعضها يا رب، والطوبة جنب طوبة يهون بينهم حب. الود ولا راح هاجر ويا السماح، جراح تعدي جراح والطب بينهم طب. يا رجال يا السماء سامع عنين الأرض، البسمة متحرمة والوسخة صبح القرب. لما زي خلل الترسانة البحرية وهيئة قناة السويس، يا مشوار عمري، أكل عيشي. يعني كان أمل حياتي إن أنا أشتغل في هيئة قناة السويس وأنا طفل حتى، والحمد لله وصلت كل مشوار فيها لحد ما طلعت على المعاش، وأشكرك يا رب. فهذا المكان بيفكرني برضه بالنكسة. عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا
صخر الشجر انا بورسعيد هجرت في 69. قلت لهم انا عايز انضم للدفاع المدني عشان ما اسافرش. كان فرقه ولاد الارض في السويس كابتن غزالي. الكابتن غزالي الله يديله الصحه، هذا الرمز الجميل. فالرفاع قال لي يا كامل يعني مش هنقدر نعمل فرقه زي فرقه ولاد الارض في السويس الجميله دي. قلت له يا ريت، ده انا نفسي اجيب فرقه منين. قام رفاع قال لي خد من زمايلك في الدفاع المدني. وكان واقف قائد الدفاع الشعبي عندنا في الترسانه السيد نصر برضه، قال لي وخد من زمايلك في الدفاع الشعبي. قلت الله. هو أحد الشعراء الذين حجزوا مقعدهم في قلوب كل المصريين والبورسعيدية بأشعاره النابعة من القلب والتي أرقت بالكلمة لتاريخ كفاح شعب بورسعيد، فقد وهب حياته للكلمة التي استخدمها كالبارود وقت الشدة والحرب. يجهز يا وحش مركبك واعبر كناني، وكأني كنت حلمت بالعبور اللي تم بعد كده. رب جالس في السماء واحمل علالي رفرف جهز يا وحش مركبك واعبر كناني اعبر شعب الكنل شعب الفدا رمز العروبة الصامدة وابني يتحدى العيدة وابنه عالي. جهز يا وحش مركبك وامر كناني. بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله الدين مصطفى بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله وانا بعيش في العمر اغلى ذكرياتي، وصاروخنا طاير في السماء مغرم بزيط الطيارات. سرحت حبه مع الزمن ولقيتني برجع للي فات وانا في اول نشيدي، وانا لسه مجموعه عشش للصيادين الطيبين. ولما جه اللي زبس على ظهر الفرس وسط الحرس وراه جموع الفلاحين المغلومين على امرهم اسرى وهم في ارضهم، ووالي مصر الاجنبي امر لجلاده الغبي ابدا لا يرحم ضعفهم. فاضل على ملكة فوم والسكرة اكلت عمرهم على ضفتينك يا كنال والحنا عود الرجال. في شهر 4 من 74 واقف على شاطئ راس البر المطل الى عزبة البرج اللي هو النيل، لقيت زفة مراكب بالنهار، مراكب عاملة فرحة وأعلام وزينة وحكايات. فأنا سألت بقى سواق المعدية قلت له الله وأنت بتعملوا الأفراح بتاعتكم بالنهار هنا في النيل؟ قال لي لا، ده مراكب بورسعيد جالها أمر بالرجوع إلى بورسعيد، مراكب بورسعيد اللي كانت مهاجرة في عزبة البرج. فرحت كاتب بقى الأغنية دي وأنا واقف بالأحنان. مركبنا المهاجرة جيالك يا مينا، مركبنا المهاجرة جيالك يا مينا، جيالك بالسمسمية جيالك بالسمسمية جيالك بالصحباجية وبالفرحة بالفرحة وبالزينة. يا أم الخلول حلوة وعال يا أم الخلول طازة وعال يا أم الخلول حلوة وعال يا أم الخلول. خايف عليك يا أم، بعد لي عن المال ولا ساكن هو أصلا، لكن خايف عليك الوقت أكتر من أي وقت، خايف على العنوان.